العيش البلدي الفلاحي بطعم وريحة زمان. العيش البلدي الفلاحي في البيت المصري دي حاجة أساسية كده لازم تكون موجودة في البيت علشان خاطر تبقى ضامنة إن يومك النهاردة إن شاء الله هيعدي وهيبقى فيه حاجات جميلة وحلوة هتقدري إنك أنت تحضري مع العيش ده أي حاجة تانية تاكلي بيها. يبقى خلاص طالما إحنا في البيت المصري هنا عملنا العيش، خلاص على كده بتتأكدي إنك أنت بيتك بإذن الله مليان بالخير، وكمان مطمنة خالص لأن أي حاجة هتعمليها مع العيش إن شاء الله بإذن الله هتمشي امورك وتمشي دنيتك، حتى لو انت يعني ست متوظفه او معاك اطفال في البيت او كده او من يعني باذن الله هنعمل شغل حلو النهارده. والفيديو بسيط وسهل خالص، بقول لك فيه معلومات كتيره ان شاء الله تطلعي منه مستفيده. تعالوا كده في البدايه نسمي بالله ونصلي على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله وعلى اليك واصحابك اجمعين. عندنا هنا في البدايه خالص ده دقيق قمح بلدي، يعني هناخد حوالي 15 كيلو من الدقيق القمح البلدي وعليهم 3 كيلو من الدقيق الزيرو. الدقيق الزيرو ده بتاع المحلات. دخلنا الدقيق بتاعنا كويس قوي والدنيا تمام. عندنا العجان بتاعنا ده، العجان ده عجان الخير. كلنا كده وقلنا لما نشوف كده نختبر في العجينه بتاعتنا نشوفها عامله ايه، تطلع معانا عيش طيب وجميل وحلو ولا ايه. العجان بتاعنا عليه تعليمات على الجنب ده، الورقه دي لازم تقرايها الاول قبل ما تعملي، وهنتكلم فيها برضو واحنا شغالين. شغلت العجان بتاعي، وصلت الفيشه بتاعته وغسلت المضارب وغسلت الحله بتاعتي وبدات حطيت فيه الميه وشغلت العجان بتاعي. حطيت في الميه بتاعتي الاول الملح والخميره. لازم عجان الخير تبداي بالميه الاول، ما ينفعش كده تحطي الدقيق وترجعي تنزلي بالميه، لا علشان يعجن معاكي بطريقه سهله وبسيطه ومبسطه خالص. هنحط الميه الاول وننزل فيها بالملح والخميره وندوبهم كويس زي ما انت شايفه كده، وبعد كده هنزل بالدقيق بتاعي اللي لازم يكون منخول، ايا كان نوع الدقيق اللي انت هتستخدميه النهارده لازم يكون منخول. ده عجان الخير بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، ممتاز 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 لبيوت العيل والبيوت الكبيره وبيوت الارياف زي حالتنا وبيوت الفلاحين والست اللي دراعها وجعاها والست اللي ايديها وجعاها وكل الحاجات دي مش بتساعدي معاه خالص في العجينه. انت بسم الله ما شاء الله بتلفي بس الحله في الاول لغايه ما تدمج لك العجين بنفس الشكل، وكل شويه بتزودي طبق دقيق، كل شويه بتزودي طبق دقيق. يعني الميه اللي انت بتعجني فيها العاديه خالص بتحطيها الاول وبعد كده بترجعي بعد كده لقيتي العجينه متماسكه قوي زي كده، احنا هنشوف دلوقتي العجينه بتاعتنا. لقيناها طريه هنحط شويه دقيق تاني، لقيناها يابسه قوي هنحط شويه ميه تاني. اهي شايفه العجينه بتاعتنا ملمسها بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، لا فيها كتل عجين ولا العجينه بتاعتنا سايحه قوي. بس انا في الصيف دي مش هتعجبني، انا عايزه عجينه متماسكه شويه في الصيف علشان العجينه بتاعتي ما تتبشمش مني وتنشف مني وتبقى طريه قوي مني وتسيح معايا. هحط بقى طبق دقيق واخلي العجان برضه يلتها لي لته حلوه قوي كده، وبعد كده هشيل بقى الحله بتاعتي وهسطر الدقيق بتاعي. شايفين العجينه بتاعتنا اهي بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، جميله قوي ناعمه وحلوه ولا فيها بزغيل ولا فيها كتل عجين ولا فيها اي حاجه خالص، اللهم بارك. خلاص كده عجينتي تمام وحلو قوي. لو شلتها كده يبقى كده عجينتي تمام، هديها بس لته كده بسيطه عشان اكد لكم ان العجينه عندنا ملمسها ممتاز. وتعالوا بقى بعد ما خلصنا العجينه بتاعتنا وظبطناها من فوق كده هبدا بقى اسطرها بشويه دقيق واركنها عندي. بركنها عندي حوالي ساعه، ساعه الا ربع، ساعه ونص على حسب الجو عندك وعلى حسب كميه العجين. هنا ما كملتش اصلا يعني ساعه الا ربع وجيت لقيت العجين بتاعي بسم الله ما شاء الله شار حوالين الحله زي ما انتم شايفين. فحاولت ان انا كل اللي متبهدل منه حطيته في الطبق والعجين النظيف اللي في الحله فضل زي ما هو. لان انا لو شلت اللي اللي حوالين الحله وحطيته تاني في الحله كده هرجع العجين عرقه تاني ويرجع يخمر تاني وهيزيده عرق وهيغلبني في الخبيز. تمام. طيب بدات بقى كده اقطع، غسلت ايديا والدنيا تمام وفرشت الصواني بتاعتي مخله وجبت طبق فيه شويه زيت، وبعد كده هبدا ان انا اقطع زي ما انتم شايفين. القطعه بتاعتي بحبها معقوله، لا هي صغنونه قوي ولا هي كبيره قوي علشان الرغيف بتاعي يبقى كويس وانا اللي بخبز لوحدي. تمام. هكمل بقى بقيت تقطيع علشان خاطر كله يستوي مع بعضه، بس لما اقطع عجيني كله هحطه جوه زي ما انتم شايفين كده بالظبط في مكان مقفول ما فيهوش هواء، والمروحه كمان هطفيها واسيبه 10 دقائق بس ولا ربع ساعه بالكتير. وفي الربع ساعه ده بكون ولعت الانبوبه بتاعتي او شغلتها او ركبتها على الفرن. ولعت الفرن بتاعي، بجهز المطارح بتاعتي، بجيب شويه ميه بعد ما اسخن الفرن وحته قماشه وامسح الفرن بتاعي بنفس الشكل ده كده علشان خاطر اتاكد ان ما فيهوش رماد صماد عفار تراب اي حاجه. بجيب بقى هنا بعد ما غسلت ايدي جبت المطارح، جبت الصينيه بتاعتي الاولى. هبدا بقى اجيب شويه دقيق. شويه الدقيق دول عباره عن ايه؟ عن ان انا بخلي الرغيف بتاعي ما يلزقش في المطرحه، بيخلي الرغيف بتاعي ما يشيلش مخاله من تحت الصينيه بعد التسويه واجي اكله القى فيه مخاله كتير. ولو الرغيف لازق معايا في حرف الصينيه بنفس الشكل ببدا ان انا بكميه دقيق صغنونه قوي ببدا احركها وبعد كده ببدا اشيل الرغيف عادي. تمام كده. تمام. العيش عندي بسم الله ما شاء الله اللهم بارك من اول صينيه لاخر صينيه مش هينشف من على الوش، للناس اللي بتقول لي العيش بتاعنا بينشف على الوش.
العيش بينشف منك من على الوش لانك بتحطيه في مكان هواء. خلي المكان في الصيف او في الشتاء ما يكونش فيه هواء، سواء هواء ربنا سبحانه وتعالى او هواء المراوح عادي او هواء شباك. تمام. ايا كان نوع الهواء افصليه خالص عن العجين بتاعك وهو متقطع. يقوم بسم الله ما شاء الله اللهم بارك ما ينشفش منك ولا رغيف، ولا رغيف منهم وشه ينشف. خبزنا بقى كده وبدانا رمينا في الفرن زي ما انتم شايفين. عادة ام يوسف دايما بحب ان انا اخبز على مطرحتين. في ناس كتيره بتخبز على مطرحه واحده عادي، في ناس كتيره بتخبز على مطرحتين بس بيبقوا اتنين بيساعدوا بعض. انا بالطبيعي يعني طلعت على كده. حماتي وامي ربنا يرحم حماتي ويسامحها وينور لها قبرها يا رب ويجعل لها روضه من رياض الجنه، وامي ربنا يحفظها ويبارك فيها يا رب ويشفيها ويعافيها. هم علمونا كده اخبز على المطرحتين علشان الرغيف بتاعي ما يلزقش مني، علشان اعرف اتحكم في الرغيف اديله الوسع بتاعه افضل. اغير نخاله للرغيف من الرغيف والرغيف ما يلزقش معايا في المطرحه. الكلام ده كله. بس هكمل بقى خبيز بنفس الشكل اللي انتم شايفينه ده كده. اهم حاجه اتاكد من الفرن بتاعي مش سخن قوي من القاع، بسخنه وبوطي وبمسح البلاطه بحته قماشه. بناء على كده العجين بتاعي خلاص ما بيلزقش بقى في الفرن ولا بيتحرق ولا اي حاجه خالص. بتلاقي الرغيف بسم الله ما شاء الله اللهم بارك لونه فاتح وحلو من تحت وفي الوقت نفسه مش محروق ومستوي. تمام، يعني مش عجين ومش محروق وفي الوقت نفسه سواه مظبوط. لان نار الفرن من تحت عليها عامل كبير انها ممكن تحرق منك الرغيف او تبوظهولك او كده يعني. تمام. بس الوش بقى من فوق بخليه اعلى من المتوسط بشويه علشان يخلي لي الرغيف مصحصح كده ولونه جميل وحلو. انما لو النار هاديه من فوق من الفرن من فوق بتخلي لي الرغيف عندي لونه اصفر مقزر كده شويه او معتم كده شويه مش منور زي ما انتم شايفينه كده. تمام. فطبعا لو انت بتتعلمي بتخلي النار فوق المتوسط بشويه عشان ما تضركيش برضو. وحته قفله الباب اللي انا بقفلها دي خلوا بالكم منها لانها حته خطر مش سهله. لو انا قفلت الباب جامد وكبست الهواء في الفرن جامد على ان الفرن سخن قوي والهواء لا قدر الله طفى الفرن ممكن لا قدر الله يهب على طول. فخلي بالكم من الحته دي. انا وانا بقفل الباب بقفل بالراحه وبخلي مكان موارب حوالي 3 سم يطلع الحمو الزياده او النار الزياده. بقفله ليه؟ بقفل علشان الرغيف ياخد معايا لون بسرعه ويستوي يبقى ياخد لون احلى. تمام. تمام. بس بكمل بقى العيش بتاعي بسم الله ما شاء الله اللهم بارك زي ما انتم شايفين كده لغايه ما بكمل الكميه بتاعتي. معاكي من اول صينيه لاخر صينيه بتلاقي وش رغيف جميل. بتلاقي العيش بتاعنا ما شاء الله اللهم بارك منور وحلو. اي سؤال عندكم اكتبوه في التعليقات وانا ان شاء الله بفضل الله باذن الله اول ما اقراه واشوفه ان شاء الله هرد عليكم كلكم. بكمل بقى اهو بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. اهم حاجه شويه الدقيق اللي انا بحطهم. اهم حاجه التعليمات اللي احنا قلناها في الفيديو علشان تمشوا مظبوط للعجينه بتاعتك. عجينه الصيف بتتعجن بميه بارده خالص، عجينه الشتاء بتتعجن بميه دافيه زي دمعه العين او زياده شويه. عجينه الصيف بنقلل خميره. بحط مثلا لل5 كيلو دقيق بحط لهم 5 معالق ملح و5 معالق خميره. اما مثلا لو انا هعمل 10 كيلو و20 كيلو الحاجات دي كلها ما بزودش كتير عن ال5 معالق خميره علشان في الصيف الخميره بتزود العيش خمر بسرعه وبتخليه ممكن يتبشم منك على طول. طيب لو انا اللهم بارك يعني هجيب بقى الشتاء بقى بزود خميره زياده. يعني الكيلو بحط له معلقه ونص خميره في الشتاء. اما في الصيف هي معلقه واحده بس واقل من معلقه كمان علشان الصيف مش بيستحمل خالص خمر للعجين زياده علشان ما يقصرش ما يتبشمش منك ويخرم والعيش بتاعك ما يبقاش مظبوط. تمام كده. طيب هكمل بقى العيش بتاعي كده. بعد ما بخلص خالص ببدا ان انا انفض العيش كله وافرده على حته ملايه نظيفه. بجيب وش الرغيف في وش الرغيف وقاع الرغيف في قاع الرغيف واحطهم في التلاجة في شنطه. الشنطه بتاعتي تكون ناشفه ما فيهاش ميه خالص وتقعد معايا لمده شهر او شهر ونص. مش بيجرى له اي حاجه يعني لو انا عامله كميات كبيره يعني بسم الله ما شاء الله. بس طبعا كل بيت بيعمل على قد احتياجاته. هنا في الارياف يعني احنا بنحب هنا في الارياف رغم انه برضه يومه بيبقى متعب شويه رغم ان احنا بنحب نعمل مثلا ممكن واحده تعمل كل اسبوع يوم في الاسبوع او كل 15 يوم او كل 20 يوم بتعمل على حسب احتياجاتها وعلى حسب بيتها. وفي ناس بتعمل مرتين وثلاثه في الاسبوع يعني بتقول لك نعمله طازه بطازه. يعني نعمل مثلا ايه عجينه حوالي 5 كيلو دي مثلا يكفينا 3 ايام او 4 ايام على حسب طبعا بقى بيت العيله والاهل والحبايب مع بعضهم. ربنا يجعل البيوت كلها عمرنا بالخير وباصحابها وبرجالتها وبيوتها واطفالها وحريمها. واشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو.